السلام عليكم خوتي خواتاتي، هذا فيديو جديد اليوم ان شاء الله. غبرت تقريبا واحد المده اكثر من عام انا غابر من اليوتيوب. كان عندي شي اشغال ضروري خصني نقضيها. اليوم ان شاء الله قررت باش ندير واحد الفيديو اللي جا عندي الاخ ديالي هو عبد الغني. الله يبارك. تقريبا دابا ثالث مره هو كيجي عندي دابا، وكنا مريحين اليوم قلنا نمشيو نديرو واحد السفيره ان شاء الله. علاه نيت باش ندير انا فيديو في اليوتيوب. يلا لقيتنا غادي نمشيو عند الطياره نيت ان شاء الله مع 10 تاع الليل، غادي نمشيو للمطار وغادي نمشيو لبولندا. غادي نمشيو لواحد واحد المدينه سميتها غدانسك. راه كنت سبق لي كنت مشيت لها ديك النهار، راه كاينه في اليوتيوب وهي اللي عجبتني صراحه. مدينه زوينه وهذه وبغينا نمشيو لها. والاخ ان شاء الله نتمناو تستمتعوا معنا في هذه الرحله اللي غادي تكون ان شاء الله في يومين ان شاء الله. لا ورجعوا للسميت ان شاء الله. والتيكه الاخوان باش قطعنا الطياره رخيصه بزاف، يعني قطعنا 600 درهم للواحد الو روتور. وهاد الطياره تقريبا غاليه دابا، يعني موالفه كتكون بعض المرات ب 100 درهم. حنا مشيت مع 150 واقيلا ولا 100 درهم مشيت الو روتور. لكن اللي جات غير على غفله، حيت قطعناها البارح بالليل على مده 24 ساعه. وغنمشيو بهذا الشيء هذا. المهم احنا في السونتر دابا، هنا فين غادي نشدو الكار. هاد المحطه قديمه بزاف الاخوان. لا دينا للمطار ديريكت ياك. اللي غادي تدينا للمطار. المهم نتلاقاو الاخوان ان شاء الله تما. تحياتي. احنا وصلنا للمطار. والله دخلنا بعدا لقينا مطار شويه سخون. سخون. كاين شويه البرد. كولومبير ديال المطار شويه عامر هذا واحد شويه. الطياره ديالنا فينا هنايا باش نشوفوا هنايا دابا. هي مع 10 وربع. هذه البلاصه اللي غادي نمشيو فيها، غادي مع شركه ويز. المهم لا ما عندنا لا باكاج لا والو، غادي بشكار ديريكت. غنمشيو دابا نطلعو من داك الجانب الليل الاخوان. تقريبا باش بعيد على المدينه شي 50 دقيقه تقريبا، يعني دغيا غتوصل 50 دقيقه. الحمد لله دخلنا على خير وبخير. غادي مع هاد الشركه. المطار خاوي بزاف، كاين غير شويه طيارات تما. لا نقلعوا دابا ان شاء الله. ان شاء الله. هو جا فيه سبحان الله الباب اللوراني وجيت من القدام، ولكن بغيت نهبط معاه باش نصوروا نيت هنايا نكملوا الفيديو. كما قلت لكم يعني 50 دقيقه ان شاء الله على حسب غدانسك. نتلاقاو تما. نتلاقاو في بولندا ان شاء الله. يلا كي وصلنا دابا يلا غادي نمشيو نشد الطاكسي بعدا باش نمشيو للوطيل. هو الاول اللوطيل تقريبا بعيد على المطار بشي 15 دقيقه تقريبا. المطار جا شويه قريب للمدينه، واول مره عند غادي دابا الرجال. لا سلامتنا الله يسلمك. الحمد لله. عرفتي انا بعدا راه البرد اللي خلينا ليه لقينا الدوبل ديالو في بطننا. كاين البرد الاخوان هنا شويه في بولندا. غادي نخرجوا هنا نشوفوا شنو كاين هنا. كاين البرد ولقينا الشتا، يعني هنا صاب الشتا. في السويد ما صاب لا الشتا لا والو. هنا كاينه شويه الشتا. راه كاين الشتا مع البرد. المهم راه هي المدينه فين غتبان لكم. راهي سميتها عرفت كتبان ولا ما تبانش؟ ما تبانش كاين الضوء. المهم غدانسك.
الحمد لله راه وصلنا بخير وعلى خير. هذا النهار الثاني. هذا البارح شويه وصلنا معطلين وكانت شويه الشتا ما قدرناش كيفاش نصوروا، وصلنا شويه مسخسخين شويه بالشتا. دابا يلاه فقنا غنمشيو دابا ان شاء الله نمشيو ناكلوا شي لعيبه ياك خبر ان شاء الله. ما كرهناش الكومير واللعيبات ما تلقاهاش محال. يلاه غادي نمشيو نشوفوا شنو غادي نمشيو نشريو. هذا هو السونتر، وهذا لوطيل اللي كنت فيه هذاك النهار راه هو هذاك. المهم هذا ولا هذا وحده فيهم. هذه البلاصه اللي جيت فيها وكان وكان هنايا نيت ملي جيت ديك النهار كان الاصلاح كان هنايا في هذه البلايص هذه. دابا غادي نمشيو نشوفوا شي بلايص هنا اللي غادي نفطروا فيهم. حسب ما بين الدول الاخرين بلاد رخيصه بزاف، وتقدر تجي هنا توريست اللي غادي تقدر تدور في بزاف البلايص غادي تقدر تمشي لهم، بحال مثلا الاخ ديالي مقارنه كيفاش جاتك هنايا بعد الدنيا. يعني المعيشه مصاري ديال المعيشه مقارنه مع السويد ولا النرويج فهنا راه المعيشه رخيصه بزاف، وتا الشعب البولندي شعب متسامح وكاين لا ما يتشاف تبارك الله. المعمار كيميزهم على باقي الدول الاوروبيه، كل دوله باش كتميز البنايات ديالها. وهنا على حسب المعلومات يعني قال لك كانوا معمرين الالمان بزاف خصوصا بعد الحرب العالميه الثانيه، ويعني الشعب البولندي شعب جميل، ونتمنى ان اي واحد تحت شي فرصه وبغى يدير شي سياحه ان شاء الله فضروري يجي لهذا البلد السعيد. مقارنه عاوتاني على حسب الا كانت عندك فيزا اسبانيا او فيزا فرنسا راه داخله في الشنغن، يعني الاتحاد الاوروبي، يعني داخله في الشنغن حتى هي تقدر تمشي لبولندا هنايا، حيت بزاف الناس اللي كاينين اكثرين اللي كيجيو لاوروبا كيمشي بلجيكا هولندا، كيمشي لبزاف البلايص اللي شويه غاليين شويه. ولكن عندها الحدود مع المانيا، وعندها الحدود مع التشيك اللي كيحدها البحر ديال البلطيق اللي اون فاس مع السويد، وتقريبا المسافه البعد الطائره راه 50 دقيقه 50 دقيقه مقاده من المطار ديال غوتنبورغ الى المطار ديال هاد المدينه. يلاه دخلنا دابا البلاصه هاد الريستورا واش غادي ناكلوا فيها نوريكم بعدا كيفاش دايره. واحد الديكوراسيون كاين من هنايا عندهم صراحه زوين بزاف. ها هو الاخ هما لي ريستوراسيون كلهم ديكوراسيون فيهم نار صراحه. الدنيا زوينه هنايا كلهم كيلعبوا على الديكور بزاف. انا مشينا عند الاخرين ما عندهمش كيفاش غادي يحبسوا الموسيقى، حيت كاينه الموسيقى كاينه في الريستوران. دخلت عندهم قلت لهم انا حصل الموسيقى باش ما يكونش داك الكوبي رايت شويه في اليوتيوب، باش ضروري تلاحظ الفيديو هذا خاص ضروري الموسيقى تحيد. مشيت عند الاخرين قال لي عندهم فوليوم واحد وما كاينش كاينين الناس ما نقدرش نقول لهم حيدوا الموسيقى يعني ما جاتش. يعني سولت هذه قالت لي ماشي مشكل، يعني هاي الدنيا خاوي كاينه هنايا. ودخلنا عندهم دابا لقيت تاع الغدا، كنا غنفطروا الساعه ما كاين لا فطور دابا لا والو. المهم غادي نتغداو دابا ان شاء الله. غادي ناكلوا شي حاجه ما عرف دابا واش عندنا بداك الشيء حلال ولا شي حاجه، ولكن غادي نشوفوا كلشي الحلوف وصافي ماشي ناضي ياك خلطه الفطور مع ها وان شاء الله. يلا نشوفوا الاخوان. المهم نشوفوا شنو غادي ناخذوا. تبارك الله عليكم. راني خليتها ليك امانه، مهمتي في البال عندها غيانه، في بلادي اما شحال عانيت انا، البحر يديني نصافي الحنانه. راني خليتها ليك امانه، مهمتي في البال عندها غيانه، في بلادي اما شحال عانيت انا، زهر يديني نصافي الحنانه.
كنبغيك نمشي تهز راسي كنشوف الضحكة كنكمل طريقي خرجنا الواقع مواسينا الزنقة كل عام دراما سيسي وحلقة حلتنا الوقت وماش ما درناش غريس ظهري مفدوع يما شبعنا مويس حياتنا مخبلة كلها الغاز فضلة من الليل والله شطار الناس دراري صغار الهربة حبت المواش بغاو يعالجو أزهارهم العواش إن شاء الله تصوب الحالة إن شاء الله تصوب الحالة راني خليتها ليك أمانة مهمتي في البال عندها أنا في بلادي يما اخوان هذا هو لوطيل وهذا صراحه لوطيل زوين بزاف ورخيص بزاف والله. انا غنقول لكم الثمن. لوطيل 4 نجوم. انا غنقول لكم الثمن ديالو كيفاش داير. الاخ ديالو دابا كاين هنايا في البيت 312. ها هو الخوادر هو القاونه. تبارك الله على الشيخ. الله يبارك. المهم لوطيل هو صراحه لوطيل زوين بزاف ورخيص كيف ما قلت لكم. 2 الناس فيه حتى الفطور حتى هو 2 ناموسيات جا كيطلع على الشارج منيت. عطيناك تلفازه هنا كاين تما واحد الميني بار لكن الشو ما عمرش بزاف يعني فيها غير الماء وعصير ديال التفاح هذيك واقع صافي. وعاد باش كاين هاد الشراب هذا حتى هو محطينه ولكن ما كنشربوش. هذا تا هو كانوا حاطينه هنا. الحمام هو هذا حاشاكم الاخوان. الحمام صراحه زوين ونقي. المهم هذا هو لوطيل الاخوان. الثمن ديالو 1400 درهم يومين و4 نجوم وكاين مرخص وكاين مغلى عاوتاني. جينا لواحد البلاصه جبت الاخ ديالي بيت العجيب. ساعه ما عندوش الزهر يعني كيف ما جيت انا المره الاولى نوريها لكم بحال هكا. هي هاد الدار هادي دابا مغطاه الشجر ولكن دابا كاين الشجر كاين هنايا الشجر وداكشي ما بانش ليه مزيان ديك المره حاليا. جيتي في الخريف. ها جيتي في الخريف. في الخريف الساعه ما بانش ليه دابا الدار. ولكن انا غنوريكم التصويره ديال الدار هي هادي. ودابا راه ما كاينش كيفاش غادي نقدروا باش تبان التصويره كامله. ولكن هي راه فيها محلات هي لداخل. نوريكم المحلات اللي فيها بانينها بواحد الطريقه غريبه بحال باغا تذوب. ما يمدي من هنا حتى واحد الكرياس هو راه في الشكل ديالها ماشي شوف بعدا من هنا. الكرياس هو كيبان لك هو راه اوج الطريقه ديالها حتى راه غريبه الصراحه. ولكن الغلط اللي غلطوا فيه خالد غني هو الشجر الصراحه ما خاص صعيب حتى باش يحيدوا الشجر كما كتشوفوا بحال ما كان. دابا الشجر ما بيناش لهم كاع الدار هذه نهائيا. وصراحه هذا ما فهمتش واش هما بغاو يخليو الشجر زعما احتراما للشجر او لا ما داوش في هذه الفكره هذه الله اعلم. حيت دابا الدار سياحيه هنايا وبنادم ما غاديش يقدر دابا يجي يشوف الدار هذه في اي وقت. يعني يقدر بنادم يجي يشوفها في الخريف والوقيته ديال الخريف صعيبه بزاف. هذا هو البلان ديال هاد الدار هذه. ونسولو بعدا الاخ كيفاش جاتك بعدا بولندا؟ بولندا جميله واستمتعنا فيها ونتمناو نتوما انكم تكونوا استمتعتوا معنا ان شاء الله. ضروري الا جاو شي واحد لاوروبا وكمل الدول ديال اوروبا يكمل بولندا عاوتاني واحد كاين فيها ما يتشاف صح. المهم هذا ما كان الاخوان. كان هو الاخر تاع هذا الفلوق هذا. كنتمنى يكون يعجبكم ان شاء الله. نتلاقاو ان شاء الله في الفلوق.